النهاردة هنتكلم عن موضوع كلنا شفناه في حياتنا بشكل أو بآخر، العدوان. يعني إيه عدوان؟ وليه في ناس بتتعامل بعدوانية سواء بالكلام أو بالفعل؟ وهل العدوان ده ضعف ولا قوة؟ إزاي إحنا نتعامل مع الشخص العدواني أو حتى مع العدوان اللي ممكن يطلع من جوانا وإحنا مش واخدين بالنا؟ يا دكتور إيه هو العدوان؟ العدوان هو أي سلوك مقصود الهدف منه إيذاء شخص تاني. ممكن يكون إيذاء جسدي زي الضرب، أو إيذاء نفسي زي الكلام الجارح، أو حتى سلوك سلبي زي إهمال والتجاهل. طب يا دكتور إيه أنواع العدوان بالتفصيل؟ أول حاجة العدوان الجسدي المباشر زي الخناق والضرب، وهو أكتر نوع واضح وقوي. مثال توضيحي: واحد بيتخانق في الشارع ويبدأ يضرب أو يكسر حاجة. تاني نوع هو عدوان لفظي زي الشتيمة والسخرية، أو حتى النبرة المستفزة أو حتى النبرة المستهزئة. مثال توضيحي: واحد في الشغل يفضل يقلل منك بالكلام قدام زمايلك. تالت نوع عدوان غير مباشر زي حقد ونشر أكاذيب، ده بيبان كتير بين الزملاء في الشغل أو حتى في عيلة. مثال توضيحي: واحدة تنشر كذبة عن صاحبتها عشان توقعها في مشكلة. رابع نوع عدوان سلبي زي التجاهل والمقاطعة أو حتى عدم التعاون، ده للأسف بيتكرر في حياة زوجية أو بين آباء وأبناء. مثال توضيحي: أب أو أم يرفضوا يتكلموا مع ابنهم يومين كاملين عشان يضغطوا عليه. طب يا دكتور إيه أسباب العدوان؟ العدوان مش بيجي فجأة، بيبقى وراه أسباب كتير. أول سبب بيولوجي، أوقات بيكون مرتبطة بمخ أو ارتفاع أو انخفاض هرمونات معينة. تاني نوع نفسي زي الضغط أو الإحباط أو الإحساس بعجز. مثال توضيحي: طفل عايز ينجح في مادة بس مش قادر يستوعب المنهج، بدل ما يطلب مساعدة يبدأ يضرب زمايله أو يكسر أدواته. تالت سبب اجتماعي، التربية اللي فيها عنف. لو الطفل اتربى في بيت كله صريخ وضرب طبيعي يقلد نفس الأسلوب. رابع سبب الإعلام والمجتمع، لما نتفرج على أفلام أو ألعاب مليانة عنف الطفل أو حتى الشاب بيفتكر إن العدوان ده طبيعي أو إنه قوة. خامس سبب الإحباط، ده سبب كبير لما واحد يحس إن هو مصدوم أو مش عارف يحقق اللي عايزه، ساعات بينفجر في الناس اللي حواليه. طب يا دكتور إيه تأثير العدوان؟ العدوان ليه تمن غالي جدا. أول حاجة بيأذي علاقات ويخلي الناس تنفر من الشخص العدواني. تاني حاجة بيعمل مشاكل قانونية، ممكن خناقة صغيرة توصل للمحكمة أو الحبس. تالت حاجة على المستوى النفسي، الشخص العدواني نفسه بيعيش في قلق وتوتر مستمر. رابع تأثير على الأطفال، العدوان بيسيب آثار نفسية عميقة جدا، يمكن الطفل يطلع معقد أو يميل للعنف برضه. مثال توضيحي: مدرس بيهين طالب قدام الفصل، النتيجة إن الطالب يكره المدرسة وثقته في نفسه بتنهار. ممكن يطلع عدواني زي المدرس. طب إزاي نتعامل مع العدوان؟ أول حاجة تفريغ صحي غضب. طب إيه هو التفريغ الصحي غضب؟ العب رياضة، اكتب مشاعرك في ورقة، اعمل أي نشاط يطلع الطاقة السلبية. أنا مش هجبرك على أي حاجة معينة. مثال توضيحي: بدل ما تكسر حاجة قدامك وانت متضايق انزل اجري او اضرب كيس ملاكمة. تاني حاجة الوعي الذاتي، لما تلاقي نفسك هتنفجر خد نفس عميق وعد لغاية 10. مثال توضيحي: لو حد استفزك بكلمة قبل ما ترد رد جارح اسأل نفسك هو الرد هيحل ولا هيزود النار. تالت حاجة التواصل الإيجابي، أعبر عن نفسي بهدوء من غير صريخ أو شتايم. مثال توضيحي: بدل ما أنت تقول أنت بتتعبني وتضيع وقتي، قول أنا محتاج وقتي يبقى منظم أكتر. رابع حاجة وضع حدود، لو في شخص عدواني في حياتك حط حدود واضحة. مثال توضيحي: لو صاحبك بيهينك دايما قول له أنا مش هقبل الطريقة دي في الكلام. خامس حاجة طلب المساعدة، أوقات محتاجين معالج نفسي يساعدنا نفهم جذور العدوان، خصوصا لو العدوان بقى متكرر أو مدمر للعلاقات. سادس حاجة التربية من البداية، نعلم أولادنا من الصغر يعبروا عن غضبهم
بالكلام مش بالضرب، وكمان نفهمهم إن الضرب مش تعبير عن الغضب. مثال توضيحي: لو طفل اتخانق مع أخوه، بدل ما يتضرب كعقاب نعلمه يقول أنا متضايق لأنك أخدت لعبتي. الخلاصة في آخر يا جماعة، العدوان مش معناه إن الشخص ده قوي، بالعكس العدوان في غالب يخفي ضعف أو ألم جوه الشخص، والقوة الحقيقية هي إنك تتحكم في غضبك وتعرف ترد بطريقة صحية من غير ما تأذي نفسك أو غيرك. حابة أسمع منكم إيه أكتر موقف عدواني مر في حياتكم وإزاي اتصرفتوا فيه؟ سيبولي رأيكم في الكومنتات. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. سلام.